اوعدكم بعد الفيديو ده اللي ما بتعرفش تعمل فطير العذراء والملاك هتبقى استاذة فيه. هيتعمل بكل سهولة وبمقادير مظبوطة جدا، وهقولك على كام تركاية تخليه يطلع معاكي هش وطري وطعمه خطير. وكمان هنعمل منه المحشي بالزبيب والسادة. تعالوا بقى اقول لكم عملنا العظمة دي ازاي. اول حاجة انا جبت نص كوباية مية دافية، ونزلت بباكو خميرة او معلقة خميرة حلوة كبيرة، ونزلت بمعلقة سكر من كوباية السكر اللي انا هستخدمها. ركزوا يا بنات معايا في الحتة ديت. بس ادوب بقى الخميرة كويس قوي مع السكر واركنها على جنب. دي اول خطوة. تاني خطوة جبت كوبايتين مية سخنة يا بنات، ونزلت بكوباية السكر اللي انا خدت منها معلقة وقلبتهم كويس جدا. دوبت السكر في المية السخنة وهركنهم على جنب يا بنات. جبت بقى هنا كيلو دقيق ونخلته طبعا كويس قوي، ونزلت عليه بباكو من البيكنج باودر او معلقة كبيرة ومعلقة صغيرة من الملح. هقلب بقى الباودر ده كله مع بعض وانزل بكوباية من الزيت. كوباية من الزيت العادي، ما تسخنيهوش يا بنات، ما تسخنوهوش. بس كده. وابتدي ابس الدقيق بالزيت بالشكل ده كده. بصوا انا ما بعجنش الاول، انا ببس الزيت بالدقيق بالشكل ده، اخليه عامل زي حباية الرملة اهو يا بنات. شايفين شكله عامل ازاي؟ انزل بقى بالخميرة. شايفين الخميرة بتاعتي حلوة ازاي؟ انزل بقى بيها كده على الدقيق، وانزل بقى المية السخنة دي خلاص بقت دافية يا بنات. يعني انا على بال بقى انا خلصتها، وعلى بال ما بسيت الدقيق كانت المية بقت دافية. ما نحطهاش سخنة، بنسيبها لغاية ما تبقى دافية خالص عشان الخميرة ما تموتش مننا. وانزل بيها واحدة واحدة شوية شوية. هتاخد الكوبايتين كلهم، يعني الكيلو دقيق خد معايا كوبايتين ونص بالظبط. ممكن ياخد منك شوية تاني حسب نوع الدقيق، بس انا عندي خد مني كوبايتين ونص بالظبط وكان حلو جدا. ما زودتش اي حاجة تاني. بصوا نفضل بقى نعجن فيه كده معاكي 10 دقايق. بياخد عجن شوية حلوين كده يا بنات. شايفين؟ عايزاها بتلزق شوية بسيطة قوي بالشكل ده. بصوا عاملة زي الاستك. نحط بقى دهنة زيت ونحط العجينة بتاعتي وندهن دهنة زيت خفيفة قوي قوي من على الوش، ونغطيها ونسيبها ساعتين يا بنات. يعني احنا الدنيا حر اهو، انا سبتها ساعتين كانت حلوة جدا اهو بالشكل ده كده. بصوا بقى، بصوا ده كده بعد ساعتين بالظبط. يعني انتي معاكي من ساعة ونص لساعتين، بس انا كنت سايباها ساعتين. نبتدي بقى نقطع. يعني حتة العجينة اللي تقطعيها كده قد البيضة كده يا بنات، يعني دي كبيرة شوية انا هقطع منها تاني. بصوا فردتها، انا ما بعجنش فيها كتير في ايديا. انا فردتها وحطيت فيها شوية الزبيب. طبعا لو مش حابة تحطي الزبيب خالص براحتك، حابة تحطي الزبيب في العجين وانتي بتعجني برضو براحتك. انا عشان في عندي جزء بيحبه سادة وجزء بيحبه بالزبيب، فانا ما حطيتوش في العجين. ولو حابة تحطي معلقة سمسم في العجين وانتي بتعجني برضو هتديها طعم حلو جدا. بصوا انا جبت صينية دهنتها زيت دهنة خفيفة عشان ما يبقاش فيها زيت كتير يا بنات. بس كده. واطلع اقطع حتة العجينة على المقاس اللي انا عايزاه، يعني قد البيضة كده يا بنات. بس كده. وبحط شوية الزبيب واقفل من كل الاطراف، وابتدي بقى ايه اظبط ايه الفطيرة بتاعتي بالشكل ده، وبططها خفيف كده واحطها في الصينية. وانا هنا كنت حاطه طبق فيه زيت جنبي علشان لو احتجت ادهن ايدي بس مره واحده بس يا بنات. يعني لو حسيت ان هي هتلزق في ايدي ادهنها مره واحده بس، ما تكتروش زيت علشان خاطر ما يبقاش مزيت مننا، ما يبقاش كله زيت ويبقى خفيف.
وهعمل لكم بقى واحده كده من غير زبيب اهو بالشكل ده كده يا بنات. بس كده اخلص بقى الكميه كلها وارجع لكم تاني. وبعد ما نحطهم في الصينيه بندوس عليها دوسه خفيفه وبنغطيها وبنسيبها نص ساعه تاني، لو احنا في الحر كده، لو في الشتاء يبقى ساعه. وبعد ما يخمر بندخله الفرن على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص على الشبكه. بنشغله لمده 7 دقايق، من 7 دقايق ل10 دقايق، وبعدين بنشغل الشوايه عليه. بيطلع لك بقى باللون الخطير ده، وبيطلع هش وطري من جوه وطعمه خطير. اهم حاجه يا بنات في السوا ما تطولوش عليه قوي في الفرن عشان ما ينشفش منك. وكمان العجينه لازم تكون معاكي عامله زي الاستيك كده وبتلزق شويه عشان يطلع هش معاكي وطري بالشكل ده. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، ويا رب تكونوا استفدتوا، وبألف هنا.